Good evening, ladies and gentlemen. This is your guard speaking. I'd like to welcome you aboard. السلام عليكم ومرحبا بكم في فيلم جديد. فيلمنا اليوم كيبدا مع جو اللي كيكون خدام مضيف في التران، وكان مقلق حيت مازال ما جاوبوا على واحد الطلب اللي كان دفع، ولكن ملي وصلوا شافهم جاوبوا تعصب بزاف ملي عرف باللي رفضوا ليه الطلب ديالو، وزاد تعصب ملي عرف باللي صاحبو دافيد هو اللي تقبل في بلاصتو. في هذه اللحظه وقف عليه دافيد، وهاد الاخير طلب منه يطلع للتران حيت راه ما بقاش الوقت. في الاول قال ليه باللي هو سال خدمته اليوم، ولكن غير بانت ليه الان اللي هي البنت اللي كتخدم معاهم بحكم معجب بها وافق وطلع للتران. ملي طلع قال الناس القواعد ديال السفر وطلب منهم يوجدوا التيكيات. غير تحرك التران جو بدا كيراجع في التيكيات اللي عنده ولقاهم ناقصين. هنا مشى عند واحد الراكبه سميتها كاي، وملي سولها على التيكي دارت راسها كتقلب عليه، وملي ما لقاتوش جو طلب منها تخلص. في الاول بدات كتناقش معاه، ولكن في الاخر تقبلت الامر وخلصات. من بعد مشى عند راكبه اخرى اللي كان سميتها نيلا، وهاد الاخيره غير وقف عليها جبدات ليه التيكي، وموراها مشى عند إيلين وطلب منه يمشيو يشربوا شي حاجه ويدويو. هي جاوباتو وقالت ليه باللي ما مسالياش حيت عندها الخدمه. هنا خلاها ومشى جلس فوق الكرسي وناس، ولكن من بعد شويه وقف بهم التران وسط الغابه، وجو فاق على الصوت هذاك اللي كان سايق التران كيقول باللي التران ضرب شي حاجه في السكه. وفعلا ملي نزل يشوف اش كاين لقى غزاله تحت التران، وفاش حاول يجرها من السكه لاحظ باللي الشجر اللي موراه كان كيتحرك، ولكن ما تسوقش وكمل، وغير بغى يطلع للتران هجم عليه كائن غريب، وهذا الكائن كانوا رجليه بحال ديال الديب. جو كان تشوش عليه حيت تعطل، وملي كان كيعيط عليه كاع ما كان كيجاوبو. هنا عيط للمسؤولين باش يطلب المساعده، وهما يقولوا ليه باللي خاصهم يتسناو 4 سوايع باش يجيو عندهم. موراها مشى عند الركاب وطلب منهم يشوفوا معاه شنو واقع، ولكن هما ما بغاوش حيت كانوا خايفين. هنا واحد فيهم اقترح عليهم كاملين ينزلوا من التران ويمشوا للمحطه الجايه، حيت ملي تحرك التران ما داز على حتى شي محطه، وهذا الشيء كيعني باللي غادي تكون قريبه. وهنا جو رفض الفكره حيت كان خايف على سلامة الركاب، ولكن بحكم كانوا كلهم مصرين ينزلوا حل ليهم الباب وتحركوا كاملين في الغابة. من بعد ما تمشاو شوية جو بانت لي واحد الجثة اللي كانت موكولة ومشوهة، وملي تأكد باللي كترجع السيد اللي كان سايق التران طلب من كاع المسافرين يرجعوا للتران. وملي كانوا كيجريو كانت شي حاجة تابعاهم، غير وصلوا للتران بداو كيطلعوا واحد مورا الاخر، الا واحد المرا كبيرة اللي تسد عليها الباب على رجلها، والديب كان ليها رجلها. ولكن في اخر لحظة الركاب داروا مجهود وقدروا يدخلوها للتران، وكل شيء ركبوا الرعب ملي شاف رجل المراه اللي كانت معضوضه بطريقه خايبه. جو مشى باش يعيط على البوليس ويعاود لهم شنو واقع، ولكن ما كانش هذا الريزو. هنا جا عنده واحد من الركاب اللي كان ميكانيك، وملي شاف لقى باللي التران ما يقدرش يتحرك حيت كاين شي مشكل في الانابيب الوقود. كانوا رجعوا لعند الركاب اللي كانوا مخلوعين، وكانوا كيقولوا باللي الكائن اللي عض المراه حيوان، ولكن جاي اللي تعضات قالت لهم باللي هذا الكائن ما كانش حيوان، كان شي حاجه اخرى كتشبه الانسان. حتى واحد ما تيق هضرتها حيت كانوا كيظنوا باللي ما عرفاش شنو كتقول بسبب الصدمه. على غفله سمعوا شي صوت فوق التران، وكل شيء تخبى الا جو وجوج ركاب اللي مشاو باش يشوفوا مصدر الصوت، وغير عرفوا جاي من الطواليت قرروا يحلوا الباب، ولكن غير 2 ثواني من بعد تحل الباب وخرج واحد الراجل، وهنا عرفوا باللي هو من الصوت. اما الركاب الاخرين بقاو مع جين اللي كانت حالتها غاده وكتزيد تخيب. من بعد ما كل شيء تكالما رجع الديب وبدا كيخبط عليهم في الباب. في نفس هاد الوقيته نيلا جاتها مكالمه، ولكن قبل ما تجاوب الكائن هرس الدجاج وجرها وطلعها فوق التران وكالها. وهنا كلشي بدا كيغوت ملي شافوا دمها كاطر على الدجاج، وبكثره الخوف كلشي بدا كيجري للجهه الاخرى ديال التران. واحد الراجل كبير اللي كان هو راجل جين تشجع وقال لهم الا درنا الايد في الايد راه نقدروا نقتلوه. وهنا مشاو جو وبيلي باش يجيبوا كاع الاسلحه اللي غيحتاجوا، اما الاخرين كانوا كيسدوا البيبان والشراجم بالحديد. ادريان مشى عند جو وقال لي اشنو بالك نهربوا نعتقوا راسنا ونخليهم هنا. جاوبوا جو وقال لي هادشي من المستحيل يكون حيت هنا انا المسؤول عليهم. في الجهه الاخرى كنشوفوا جين زاد عليها الحال وبدات كترد في الدم وسنانها بداو كيكبروا. هنا ادريان قال لهم بعدو من النار تقدر تحول بحكم عضها هذاك الديب. في هاد الوقيته جو لاحظ باللي بو ما كاينش، وملي مشى يقلب عليه لقاه في طواليت، ولكن هاد الاخير هاد المره ما كانش عارف كيفاش يخرج من تما. ملي جو بدا كيحاول يحل الباب الكائن دخل على بول
من سقف ديال الطواليت وكالو. وهادشي كامل شافو جو من تقبل اللي كانت في الباب. هنا مشى كيجري عند الاخرين باش يقول لهم داكشي اللي طرا، ولكن صدم ملي لقاهم سدوا عليهم الباب وخلاوه برا. وفي هذيك الوقيته كان الكائن وراه، وملي كان يلا غيكمل به حلوا الباب ودخلوه وسدوا عليهم دغيا قبل ما يدخل عليهم. ولكن واخا الباب كان مسدود قدر يحلو بسهوله. وملي دخل بدا قاصد جو، ولكن الركاب كاملين بداو كيضربوا فيه حتى قتلوه. ملي قربوا حداه وشافوا في يده خاتم عرفوه كان انسان قبل ما يتحول لوحش. وفي واحد اللحظه فاق عاوتاني ودار واحد الصوت، ولكن جو جاب واحد الحديده وبقى كيضرب ليه في راسو حتى تاكد باللي مات. ايلين غير سمعت الصوت بدات كتحول، وكان عارفوا باللي كاينين بزاف ديال الكائنات اخرين بحالو برا. ادريان قال لهم باللي اللي تاعت كيتحول، وقال لهم باللي خاصهم يقتلوا ايلين قبل ما تحول وتقتلهم هي. وملي يلاه كان غادي قاصدها باش يقتلها حبسوه كاملين وربطوا ليه ايديه. وبين الميكانيك مشى باش يدير محاوله ويصوب لهم شي حاجه في الموتور، وهادشي اللي كان نزل بيلي ونزل معاه حتى ماتيو. وملي كان بيلي كيصوب كان هو حاضي. في واحد اللحظه سمع شي صوت بحال الا شي واحد كيطلب في المساعده، وملي مشى لجهه الصوت لقى واحد الكائن كياكل فنيله فوق الشجره. ملي شاف هذا المنظر بدا هربان، ولكن شدوه الدياب وكالوه. وصوت الدياب اللي برا حول اللون ديال العينين جايين بحال لون عينيهم. في هذه اللحظه بيلي قدر يصوب لهم الموتور، وفعلا جو قدر يديماري التران. وملي بيلي بغى يخرج من تما سمع صوت دياب جاي لجهته، وغير قربوا ليه تهز من الارض وشد في التران من التحت. جو غير ديمار التران وبانوا ليه دياب قدامه كسيره وبلا ما يفكر بيلي مازال تحت التران. في الجهه الاخرى كنشوفوا جاين تحولات وهجمات على راجلها اللي بقات كتعض فيه حتى مات. ادريان ملي شاف هادشي قدر يحل يديه ويهرب هو وواحده من الركاب، ولكن واحد الكائن قدر يشدها من الفتحه ديال الباب. وهنا ادريان باش ينجا هو براسو تفاعل عندهم البرا وسد الباب. في هاد اللحظه جاتو جاين، وملي يلاه كانت غادي تقتلو كيف دارت لراجلها جات جو وايلين وطعنوها بواحد الحديده وهي تموت. ادريان واخا نقدوه غير شاف الدياب جايين جهتهم ضرب جو خد منه السوارت وهرب. جو وإيلين ملي كانوا هاجمين عليهم الدياب جاب بيلي من وراهم ولا عليهم العافيه. بهذه الطريقه قدروا ينزلوا من التران، ولكن بيلي ما ساعدوش لحد حيت شدوه الدياب وعضوه. جو وإيلين ملي كانوا هاربين الدياب كانوا تابعينهم، وبحكم الدياب كانوا بزاف وهما كانوا غير جوج جو عرف باللي من المستحيل يتغلبوا عليهم. لهذا قال إيلين غور بنتي انا غادي نلاهيهم. هي في الاول رفضات، ولكن ملي بزز عليها مشات وخلاته، وهو غير وصلوا ليه الدياب عضوه حتى هو. هي من زهرها قدرت توصل المحطة بسلام، وكانوا كاع الناس كيشوفوا فيها حيت كانت عامرة بالدم. وفي الجهة الاخرى كنشوفوا ادريان غادي فرحان حيت قدر يهرب منهم، ولكن على غفلة داروا به الدياب حيت دخل المنطقة ديالهم بلا ما يحس. ومن بين هاد الدياب كان حتى جو، وهو نيت اللي صفاها لادريان. حتى لهنا كيسالي الفيلم. كنتمنى يعجبكم، ما تنساوش ديروا لايك وتخليو شي كومونتير زوين، ونشوفكم في فيلم جاي. تهلاو.